جابوا لكم في افريقيا ما جابوش، راحوا كوب ديمونش داروا العجب. عجب صح ولا؟ علاش 2014 حكمنا المانيا اللي ضرب البرازيل ب7 سيلنا له العرق البارد. 2015 خسرنا في الربع النهائي يا استاذ. زومبيا المغرب، زومبيا حكيم، ولكن تصور زومبيا حكيم، زومبيا المغرب لعب نصف النهائي خسر في جنوب افريقيا. هناك في افريقيا من لا يفرح بانتصار بلده بقدر ما يفرح لانهزام الجزائر. شئت ام ابيت، الورقه الخضراء هي من تصوت في افريقيا يا حكيم. العالم خرجنا من كاس العالم، مش بس ايتو شرى الحكم، افريقيا كلها شرت الحكم، مش احنا وافريقيا وخارج من افريقيا باش ما نروحوش كاس العالم. كانت مخدومه باللي الجزائر ما تروحش، تربح برا وهنا يجي حكم ينحي لك بيت فالابل وتخسر. هل في حمله ضد الجزائر؟ في حمله، في وانجاز كبير. الناس تقول لك لا كنا نلعبوا مع الصغار. انت مع رواندا كنت تخسر. انت الكابون جات لعنا باخ ضرباتك ب3 وخلاتك وحدك. انا خلاتك لي بيروكي تاع بلادهم. هذه اللي كيف ولا ليكيب اللي جاتنا هنا مع ماجال اللي عطاتنا 4 كاب دارت فينا سينما كامل. 38 صوت مقابل 15. لم يحدث طبعا هذا الفارق الكبير منذ فترة طويلة، وقبل ذلك منذ 2017. نعم، لقجع مع روراوة، والآن زفزاف يعني ثاني في الاثنين فشل في الحصول على عضوية المكتب التنفيذي بهذا الفارق الكبير والكبير جدا. وعمار بهلول ربما كان الاستثناء بفارق ضئيل جدا رغم أن الشخص لم يكن رئيسا للاتحاد. طيب خليني نجي ليك، نبدا معك مومن ان سمحت. عبد اللطيف بورايو، نبدا معك مومن. فشل اخر، انا لا اتحدث على فشل رجل، فشل للجزائر في دخول عضويه المكتب التنفيذي. اكيد حكيم. هو اليوم لما نتحدث على فشل رجل من الجانب الشخصي وفشل كذلك سياسه واضحه من الجانب الكروي ومن الجانب الجبهه الداخليه في تحقيق استحقاقات او تحقيق نتائج أو إنجازات خارج الجزائر. إن كان حقا هناك من يستطيع إعانة هذا الرجل ولم يفعل، فهذا هو العار والخزي بالنسبة لي، وليس هناك إخفاق، بل عار علينا أن لا نتلاحم ولا نقوي جبهتنا الداخلية في كل شيء. حكيم، اليوم الجزائر مستهدفة شئنا أم أبينا. انقلبت الموازين، أصبحت اليوم لوبيات جديدة استطاعت حتى أن تتغلب على اللوبي القوي المصري الذي كان يفرض كل شيء في إفريقيا. واليوم أصبحنا نرى أن قلبت الموازين، ولكن هذا شيء رياضي نستطيع العودة ونستطيع السيطرة عليه، ولكن بالعمل في العمق، بتضافر الجهود. قبل ذلك ما الذي يحدد بالتلاحم بيننا؟ ما الذي يحدد عملية الدخول إلى المكتب التنفيذي؟ هل المال أم أن النفوذ أم أنه في أشياء أخرى؟ البعض يتحدث على أن بلدان أخرى تتخذ من أمور أخرى غير أخلاقية ربما حكيم لإدخال شخص ما مثلا. شوف حكيم، اليوم كما يقولوا بالفرنسية تو لي كو سون بيرمي. اليوم حتى الضرب تحت الحزام أصبح مسموح. هناك من يريد حتى استقدام منافسي الجزائر في بلده لتسهيل الأمور عليه للفوز علينا. ولكن هيهات، المنتخب الوطني خسر للأسف، لهم خسر تأهله في 2022 في ميدانه وليس في ميدانكم بعد كولسة كبيرة شاهدناها منذ مدة طويلة، ونحن نتكلم عن الكولسة، عن المؤامرة، عن اللوبيات الجديدة. ولكن نحن اون با في فرون حكيم، لم نعمل جبهة واحدة، أصبحنا نحن نتراشق بيننا. لما تتراشق بيننا يا حكيم، لما نتراشق بيننا أعداءنا وليس منافسين. هناك منافسين وهناك أعداء. وش يقولوا؟ الله يقوي الشيطان ومخليهم مقسومين. الدخول إلى المكتب التنفيذي كان بالنسبة لهم حلم، اليوم أصبح بالنسبة لهم إعجاز. نعم حكيم، للأسف هناك من يقول أننا لم نستغل احتضان الكان. نعم هذا صحيح، ولكن لا يجب كذلك أن ننسى أو نتناسى أو نحاول أن نوجه الرأي العام في شخص واحد وجاي زفزاف. لا، كل الفاعلين على كرة القدم بمن هو في
الحكم أو هو من في المنصب أو غير المنصب مسؤول بطريقة أو بأخرى. واضح. سي عبد اللطيف ورايو، لماذا فشلنا في الدخول هذه المرة إلى عضوية المكتب التنفيذي؟ أنا أتحدث عن الأمر منذ سنة 2017. روراوا خسر 35 صوت كاملة، أتحدث عن زفيزف 19 صوت كامل، وبهلول لم يكن رئيسا للاتحاد خسر ب4 أصوات فقط. أليس هناك شيء ما وراء هذا الشيء؟ هو الحاجة الأولى بهلول المفروض ما يترشحش. علاش؟ مش كفء ولا لا. بهلول حتى الأعضاء تاع الاتحاد ما كاين ناس مازال ما تعرفوش. رغم ذلك كان أفضلهم ب4 أصوات فقط. عنده عام. حاجة ثانية، مش بهلول نحصلوا في بهلول نقولوا بهلول ما فازش ولا، هي اتحاد الكرة اللي ما فازتش. اتحاد كورتنا ضعيفة، واتحاد الكرة تاعنا فيها أزمات كبيرة. حاجة واحدة أخرى، احنا نتكلم على الاتحاد. الاتحاد كي تخرج من الحدود تاع الجزائر، الاتحاد ما عندها حتى قيمة. ما عندها حتى قيمة. هاي هنا ما كانش قيمة. كي تخرج غير تعبر الحدود واحد ما يعرفها. حاجة ثالثة، كواليس في افريقيا، احنا ما بديناش درس. احنا كاس العالم خرجنا من كاس العالم، مش بس ايتو شرا الحكم. افريقيا كلها شرت الحكم، مش احنا. افريقيا وخارج من افريقيا باش ما نروحوش كاس العالم. كانت مخدومه باللي الجزائر ما تروحش، تربح برا، وهنا يجي حكم ينحي لك بيت فالابل وتخسر. هل في حمله ضد الجزائر؟ في حمله خاطر كاين لوبيات ايضا. كاين لوبيات خاطرش حنايا هنا كما قال الاخ موم، احنا ماناش متحدين. احنا في الاتحاد، انا نقول لك في الاتحاد كان هذا الزويز كي راح رشح نصهم كانوا يتمنوا له يخسر. فيه شماته ضد الناس. بدلت لنا العقليه تاع الجزائريين، تبدلت. ما كانوش هاك، ولاو ساقطين حاشاكم تاع مصالح، تاع الكذب، تاع التنوفيق. واحد صافي ما يقدرش يمشي معاهم، خلاص. الصفا ما كانش في هذه البلاد. كيف انت ماكش متحد في بلادك، تروح برا الناس تحب شكون معانا ما خسرش مع رئيس اتحاديه تاع كامرون ولا تاع، خسر مع واحد بلادو في الحرب وكور ما عندهمش. واحد يقول صح قديم ولا جديد، وين ما عنده جذور يعني. شوف المنصب على الاقل عنده 5 سنين تحكم في المجلس التنفيذي حكيم 4 سنوات. اسمح لي، رغم ذلك هو يريد ان يقول نقطة مهمة. انت لم يعني تنازل مع قوة واضحة. انت تتحدث عن ليبيا مع احترامنا للليبيين، ولكن تحكم المنصب. خلاص فهمت. رئيس اتحاد الكرة وين؟ بالك تهضرش تاع بلاد عظمى في افريقيا، مش بلاد صغيرة. معك حاجة ثانية، انسان مثقف قارئ جامعي فات الجامعه، مش واحد جاي من داخل مارش كما يقولوا مارشاليير. عنده مؤهل وعنده كل شيء. ولكن البعض يقول لك سي بورايو، يقول لك على انه ما فعل ولا شيء. انت يجب ان تكون حملتك قويه. ما كان ولا شيء داخليا، ما عملش حمله. كيف يكون الحمله خارج الجزائر؟ هو شوف انت لم تعمل شيء. احتراما للناس الكل. لا، احنا نقولوا الصح، ما يقدرش يعمل هو. علاش ما يقدرش؟ هو كقرارات هنا في اتحاد الكره ما خداهمش، من اللي جا ما خداش قرار. تحب ياخذ قرار يعمل في افريقيا، ما يقدرش. نعل الشيطان هذه لازم لها واحد عفريت. هم العفارت اللي راهم حاكمين. لا هم كاينين يحكموا في افريقيا، اسمح لي، لا قاريين لا مستوى لا والو، دخلوا داو كل شيء وراحوا. سؤال مهم. اجبني. اليوم ان لم نستخلص درس مهم جدا، تعزيز وتحصين الجبهه الداخليه، فار ان فرون لهاد الناس اللي راهم يحبوا ياكلونا، حبوا يحرمونا من التتويجات، وتوجنا اونتر بارونتيز خويا عبد اللطيف، اسمح لي حكيت. نعم. توجنا بكاس افريقيا بدون اي جزائري في اي لجنه من لجنه الكاف، ماشي في بيرو اكزيكتيف. هكذا ولا لا حكيت؟ لانه كانت الاسطوانه بانه بدون نفوذ ما نديروا ولا شيء. رغم ذلك فزنا 29 سنه في كاس افريقيا. يعطيك الصحه. نعم. فتحت قوس فقط. اذا اليوم يا سي عبد اللطيف، لو كان ما نردوش، يعني شبار باتوا شبار تو الموند، لو كان ما نديروش جبهه قويه، اعاده المنظومه الكرويه الرياضيه وحتى الاعلاميه، خلاص الولاء للرجال، خلاص تصفيه الحسابات، نخدموا الجيري لبلادنا يا ناس. ولا مازال ما فقتوش باللي الناس راهي تستغل كاع التراشق والخصام اللي راه بيناتنا باش هما يطلعوا ويحبطونا، ماشي هما يطلعوا بلا ما يحبطونا. ولا مازال ما امنتوش بهذا الامر، اذا
نحن لسنا مؤمن. بوطنيين. مؤمن. الله. هل المشكلة أيضا في رئيس الاتحاد لأنه ربما لم يجتهد ولم يوفر قاعدة حقيقية أو يجتهد أكيد. يعمل لوبي، ولأنه إذا كنت تتحدث لي على السياسة الخارجية للبلد أنت دبلوماسيتك قوية إفريقيا على الأقل في الفترة الأخيرة في العامين الأخيرين أصبح لديك نفوذ. مؤخرا أصبحت لدينا أيضا حتى رحلات إلى إفريقيا راح نديروا كل البلدان. هذا مهم جدا. نحن هنا لا نتحدث عن الدبلوماسية الجزائرية، إخفاق على طول الخط أتحدث بالنسبة لسياسة كروية واضحة بأنها إخفاق منذ فترة. أكيد حكيم، لهذا قلت لك يجب تعزيز الجبهة الداخلية والعمل على تغيير المنظومة وإرغام الكفاءات. تعمل ما راكش في المنصب تعمل لبلادك، نحتاجك تروح ما تعملش ضد بلادك تشتغل. لماذا السؤال لماذا تقهقرنا ب 15 صوت أو ب10 أصوات؟ جيد. سؤال عمار بهلول 24 سنة جيد جيد وفي أوجه أزمة، كنا في أزمة كبيرة 2019. ولكن من كان يسافر مع عمار بهلول في تلك الفترة رئيس الاتحادية السابق خير الدين زاتشي. كنا نراه في مصر كيف يقف على كل صغيرة وكبيرة، يدخل إلى الفنادق، يقتحم فنادق الكاف، لي زوفيسي كاف وقف معاهم، الاربيتراج ما يديروا الناس واش يحبوا، رغم أن فاطمة كانت تضغط. لأن هناك في إفريقيا من لا يفرح بانتصار بلده بقدر ما يفرح لانهزام الجزائر. شئت أم أبيت الورقة الخضراء هي من تصوت في إفريقيا يا حكيم. الورقة الخضراء يا حكيم، الكولسة، شئنا أم أبينا. اليوم السؤال هل سفيزف؟ لا أكيد، ولكن سفيزف من أي مكتب؟ من أي مكتب يا حكيم؟ من مكتب الحجر وروى الذي كنا نقول عنه أنه سيد النفوذ في إفريقيا. صحيح ولا لا؟ ألا نستطيع المساعدة والعمل فيما بعضنا لإخراج الجزائر على الأقل بصوت واحد، وليس بكل احترامي للشلماني. بكل احترامي للشلماني، الشلماني هذا يعرف الجزائر، تابعني جيدا. الشلماني يعرف الجزائر والجزائر تعرفه لما كان في زرادة يفطر صح في العشاء صح؟ أنا قلت لك وأنت قل كان معروض يعني صح؟ معلوماتك دقيقة. ولكن حكيم خليني نكمل برك. نحن لا نحب بعضنا صحيح. أنا وما بعد الطوفان قال كلمة شاب عبد اللطيف. الآن كيف يمكن مواجهة أو مجابهة هذا الشيء سي عبد اللطيف بورايو؟ أنت الآن في موقف ضعف إفريقيا، والناس اللي حقراتك أمام الكاميرون اليوم أيضا تحقر مرة أخرى، وراحين يبقوا يحقروك على مدار سنوات مقبلة، لأنك أمام لوبي واضح يريد تحطيم الجزائر. الأمر ليس رياضيا فقط، الأمر يريدون الأمر سياسيا، لأنه شافوا الجبهة السياسية الجزائرية قوية، أصبح المشكل الآن باش يروحوا رياضيا. شوف، ما دام ما فيش استقرار عمرك ما توصل تتسيطر انت في افريقيا. بلا تكلمنا على حاجه وراها نسينا زاتشي. انت زاتشي جاب لك كوب دافريك يجي من مصر تحوزه. انت كيفاش من بعد يكون عندك عضو؟ انت كل سنه ولا سنتين تغير رئيس الاتحاد. انت مازال ما وقفتش على رجليك تجيب رئيس جديد. مسخره لنا. انت دوك اللي يجيب لك كاس افريقيا في مصر، في الدنيا، في احسن دوله تاع الكره في مصر، واحد ما يقدر يديها تم. تجيبها من تم، تجي من كاس افريقيا ترميه، تخرجوا من هذه. السي عبد اللطيف كيف يمكن السياسه الرياضيه الكرويه؟ انا اتحدث لك كيفاش الان نغيروا هذا الواقع. خلاص انهزمنا وما دخلناش الى محترك الاتحاد الافريقي، ورانا ما زلنا نتحدثوا. زمان كانوا يقولون الاسطوانه على انه يحقرونا، ولكن فزنا بكاس افريقيا 2019. هذيك الاسطوانه تاع اللي كان دائما تواجهنا في النهايه، لا المال ولا شيء، فزنا 2019. أنا أتحدث عن شيء آخر. كيف يمكن الآن باش نعاودوا نرجعوا إلى الواجهة بقوة، سواء بالرجال بالاتحاد، روراوا، زاتشي، بما بعده حتى عمار بهلول، شرف الدين عمارة، كل هذه الأسماء كيف يمكن، أو حتى من غيرهم، لا يجب أن تمشي الجزائر على رجل واحد. لا لأن الآن أصبحنا نقدس الأشخاص. عبد اللطيف بورايو، كيف يمكن أن نكون جبهة واحدة نواجه اللوبيات اللي راهي في الخارج ونكونوا متوحدين مع بعض؟ الحاجة الأولى لازم تصفي الاتحاد تاعك. بمعنى تنحي هذا الاتحاد؟ تريد القول؟ نحيه. أنت الآن كنت تقول على الاستقرار منذ قليل. أنا قاعد نتكلم على رئيس الفيدرالية، مش على الباقي. نعم. أنت لازم تقوي الاتحاد، تقوي الاتحاد تاعك. اتحادك المكتب يكون قوي. صحيح. يعني معك بارك الله. صح ولا؟ انفستير دولار ريسورس هيومان. وتحط رئيس الفيدرالية شخصية قوية، عنده مبادئ
قوي شخصيا، قوي هنا وقوي برا. ما دام ما تحطش ناس كيما هادو عمرك ما تنجح. ما دام تجيب واحد برك باش يدي شهره يتعلم. انت راك تقول تحط ماكش تقول انتخاب. انتخاب. انت تحب تحط ولا بصح الانتخاب تاعك هنا واش انتخاب؟ انتخاب مزور واش؟ وقبل الماتش مبيوع في الاتحاد، رفد يدك حط يدك وفوتوا هذا. منذ الاستقلال؟ ها ولدي. لا قبل الاستقلال ما كانش اتحاد، كانوا يعينوا فلان وفلان، بصح ما تكلمنيش على بعد الاستقلال حتى التسعينات، ومن التسعينات لدرك، او من التسعينات قبل، او كانت الناس تخدم للوطن. يا الله الله باش نتفاهم. الله على البيرو فيدرال تاع اول بيرو في اسمح لي عبد اللطيف نفكرك سيكمل الفكره. اول بيرو فيدرال كنت تحدثت مع واحد كبير وقديم الشيخ عبد اللطيف، قال لي والله يا مؤمن يا وليدي، قال لي غير بريمي بيرو فيدرال من رئيس حتى السكرتير جينيرال، قال لي والله غير تقدر تحطوا غوفرنمون. خليني نكمل لك. حكومه حكيم، رجال قيمه حكومه. تفضل. من التسعينات واحبط كانت الفيدراسيون تخدم بالفاكس. كان رئيس الاتحاد مشيها والاعضاء يجريوا ليل ونهار، كل ما تحب تشوفهم يستقبلوك. من التسعين هنا دخل المال الفاسد، سمعت؟ دخل الضرب مور الظهر، مصالح شخصيه، كل واحد يحوس على مصلحته، خربت. من التسعين هنا ما تثيق في حتى واحد. زمان الجزائري تثيق فيه، درك ما وليش تثيق فيه، انت تدور ويقلبك. هذه اللي داتنا احنا لهذا الشيء، هذا الفساد اللي دانا. حتى في الكره فسدت، كامل الكره فسدت. انت قبل كنت تسمع ماتش مبيوع ماتش مخدوم، وهذه تسمعش كامل، تدخل راك مليح تربح راك ماشي يا جماعه اعطيني الحل، اعطيني الحل، لانه رحنا لب المشكل. الان الناس مسؤولين راهم يشوفوا فينا، انا عارف باللي الناس راهم يشوفوا فينا، اعطيوني على الاقل بالك ربما يسمعونكم. الحل في ان نكون جبهه موحده باش نواجه هذا اللوبي اللي راه خارج الجزائر واللي يريد تحطيم الجزائر، لانه من مباراة الكاميرون ورواح حتى نكونوا جبهة واحدة. خليني نقول على أنه رورا صحح الكثير من الأمور واجتهد وأصاب وأخطأ. زاتشي صحح الكثير من الأمور وأصاب وأخطأ. عمارة نفس الشيء، والآن زفيزف في بدايته نفس الشيء. كلهم كيف نعم عام الأول. كيف نجد أنفسنا الآن بلوبي قوي؟ خلينا نديروا لوبي قوي. كيف نديروا لوبي قوي؟ باستدعاء الكفاءات، انفستير دون لا ريسورس هيمان، ماشي انت تحكم فيها. انا نعيط لك حكيم، تفضل فلان، تفضل شرف الدين عماره، تفضل الحاج، تفضل فلان، يلا نخدموا بلادنا بالطريقه اللي تشوفوها. توحدنا، اسمح لي، توحدنا، خليوا المصالح الشخصيه والصراعات الشخصيه خارج المكتب اللي تدخلوا فيه. داكور ولا لا؟ نعم. راك معايا؟ نعم. صح. لو نخدموا هكذا تشوف كيفاش نسقموا الكرة محليا وخارجيا. كيف يمكن أن نصل إلى هذا الأمر وناس آخرين في الضربات على بعضهم حتى بالصفحات يا رجل؟ بالتدعيم. أنا معك حكيم، كيف أنت تطلب مني حلول وليس تجسيدها. أنا ليست بيدي العصا السحرية لتجسيدها. أقول لك ما يجب أن نعمله. أنا ما فهمتش حاجة، والله ما فهمت. نسمع ناس والله لو كان فلان وهنا ما يحقرنا الاربيط، علاش فلان هذاك ماشي بلادو هاديه، يستنى هو يجي باش الاربيط ما يحقرنيش. نعم. حرام هذا الشيء، حرام على بلادي، انا نبكي نغير على بلادي. خلينا نروح لعبد اللطيف خليني نكمل الكلمه. تفضل. اعطيتني قلت لي اعطيك الحل. نعم. الحل الاول هذا هو. الحل الثاني الاستثمار في الكفاءات الداخليه. شئنا ام ابينا اون ريفورم سبورتيف سيمبوز. حنا الفيفا تمنع الدوله الجزائريه من التدخل في تعيين رؤساء. شئنا ام ابينا. يعني قانونيا وليس ما يعمل به. ولكن اليوم هل هذه الهيئات الفيفا الكاف هل هي كذلك عليها أن لا تدعم اللوبيات الفاسدة في إفريقيا؟ هذه الحقيقة لازم نواجهوها. كيفاش نواجهوها حكيم؟ نحيو عقلية المصالح الشخصية. جميل. والعمل لشخصيتك. جميل. عمل الوطن عبد اللطيف برايو، بلدك. هل يجب أن نستثمر بشيء آخر، تكون عندنا سياسة رياضية واضحة؟ لأنه الآن أصبح المنتخب الوطني الأول هو الشجرة اللي تغطي الغابة كلها. كلهم رغم ذلك أنه حتى هذا المنتخب راهم يحاربوا فيه، لأنه حتى سآتي إلى هذا الموضوع للحديث عن القرعة بعد قليل، لأنه كاين ناس ما عجبهمش الحال، حابين يكون معنا منتخب ربما قوي حتى ما نتأهلوش. معليش في هذا الأمر هل يجب أن تكون لنا سياسة واضحة رياضية باش نواجه هذا المحترك؟ أنت أمام لوبي حقيقي، دائما نكرر هذا الأمر.
احنا جربنا سياسات وما نجحناش فيها. انا نقولك صح، انت تقول لي نعم. لازم واحد يجي الاتحاد ولا، انا ماني نشوف حتى واحد قادر. ماني نشوف حاجه، ماني نشوف، وريني ماني نشوف، للاسف ماني هنا عايش، ماني نشوف. علاش قلت لك ما حضرناش الماء بعد. شفت ثلاثه هنا ممكن يرجع بزطشي ولا يرجع روراوه ولا يرجع عماره. هذا نشوف واحد فيهم متمكن، اما الباقي هاي انا نعطيك سؤال، جبت لي واحد. بصح علاش نهار هذه الحاجه الاولى جربوا وعندهم خبره، وكي كانوا في الاتحاد نجحوا داروا نجاحات، جابوا نتائج. مش كيما درك ما كاين والو، لا نتائج لا حتى حاجه، ما عندكش حتى، وليت انت ما عندك حتى قيمه. ما نقدرش نجبد بلاد في افريقيا، عيب نطيح في بلاد. اي نعم. راك في المستوى المتدني كامل. لا بعد لطيف، وقعنا كلمه مليحه، قلت كلمه مليحه. ها علاش نهار جالس في زف الكل بارك هذا التعيين او هذا الانتخاب، صح ولا لا حكيم؟ اي نعم. بين عشيه وضحاها اشهر فقط بعد انتخابه اصبح الرجل ضعيفا، اصبح الرجل ضعيف ولا يرتقي لي الرجل مسير كبير. ولكن لماذا لم يجتهد؟ لا أدري. هو شوف، لا ادري لماذا، انا نعطيها لك. لا ادري لماذا. انا نقول لك زويزف، انا قلت لك اعطيتك واش يسوى زويزف خطيتش الويج. اي صح. خاد انسان يجي يدير خدمته. انت قلت واسمه هذا، ليه واسمه هذا اللي ترشحوا الشلماني؟ لا تاعنا اللي ترشحوا وعاود راح. بهلول، عمر بهلول ماشي كيما زويزف. بهلول ترميه من الباب يدخل من الطاقه. ولكن اي نعم، انسان شاطر يعني. شاطر عفريت، يعرف كل شيء. بصح هذا مسكين ما لا غالب عليه. حبيت تردوا انت، هذا هو. طيب خلينا نروح الى الموضوع الثاني. اليوم الموضوع الثاني اللي تريدون القول شيء. فاصل، يلا نروح فاصل فؤاد. بعد الفاصل مشاهدينا نذهب الى قرعه تصفيات كاس او كاس العالم 2026. الجزائر في مجموعه تبدو في المتناول. يدير لك كولاسه ويدير لك كل شيء. شوف انت واش تراك تهضر لداخل، شوف انت واش عام كامل وانت تابع هذا القجاع، عام كامل وانتم تابعين القجاع. ما شفتكمش نهار قيمتوا البطوله، ما شفتكمش نهار هضرتوا على البطوله. غادي نحط لكم واحد التصويره ديال واحد حاشاكم الله الى مدامه. هذا الصحفي، هذا سميتو صحفي، وهذا شبه اعلامي، وهذا مدامه. نقسم لكم بالله العظيم، هذه الحشومه غادي نقلعوها، لانه هذا الشهرين غادي نكوماسي القذف ديريكت. ما كانش قذف ديريكت. هذا قال لك القجاع وجاتو عيب، قال لك ما نهضرش على القجاع ومنا وما نهضرش. شكون انت؟ شكون اللي سامع بيك؟ واش باغي دير بلاصه باغي يدخلك الحكومه؟ باغي دير بلاصه في الدوله؟ اللي ما يهضرش على المغرب وطني. يعني هذه هي الوطنيه. نتوما فرقتوا الوطنيه، اللي ما يهضرش على المغرب وما يديرش على المغرب وطني. بحال هذه المدامه هذه باغيه تدي بلاصه في الحكومه ولا ما على باليش وطنيه. بحال الخضر بالريش هضر على المغرب يعني وطني، ما تهضرش على المغرب وطني، ولا قصف المغرب وطني. يعني الوطنيه تنقسم، الا قصفت المغرب راك وطني. بحال هذا الاعلامي هذا مؤمن، هذا مؤمن هذه البركاكه والشياته ديال المدرب، ومنا وشياتين لواحد الدرجه ما تصورش. يرفدوا المصيبه الكحله. هذا عاود هو وقال لك هذا يدير وطني. راهم يكورسوا لنا ليتر. شوف تقول كورسوا لنا ولا مؤامره، راك وطني. ما تظلمش غير البطوله ديالهم. تنسيو تظلم على البطوله ديال المعفنه والبيع والشراء والرشاوي اللي راهم مطرطقه فيها. اتونسيو تهضر على الاتحاديه اللي فيها الكهول. بنادم عنده 50 عام 60 عام ما يعرف يصيفطوا ايميل لاكاف ما يعرفوا يصيفطوا. هذو كهول، هذو ما عرفتش مين سلطوا بينا هذه المصيبه الكحله. ومين تهضر نتايا على الانجازات ديال جارك اللي داير انجازات عالميين وسيد ما شاء الله، وخصك تدي منه التجربه. يقول لك لا عندك ما تهضرش. علاش ما نهضرش؟ تقول لي فم انت ما نهضرش. انا نهضر على من محبيت وجوانين، نهضر عليهم لانهم الناس هذوك راهم في العالميه وفاتوك بسنوات ضوئيه. يلا من الاخر، احنا على حقاش قتلتونا. هذا الصحفي الثالث هذا ديال شعر اصفر، هذا معطاوي شي مرات يهضر لك نورمال، شي مرات يجي معاهم. قال لك المغرب طلع زهر للنصف النهايه. استغفر الله، غادي نسب لك الراميطه ديالك. كيفاش المغرب طلع زهر للنصف النهايه؟ الناس كتلعب، الناس تاكتيك في وسط الماتش. مبابي قداش مبابي عالمي واستعرف بهم. انتوما هنا عطينا الكذب، وانتوما هما اللي ديتونا. راكو داين واحد الفئه مسكينه داينها بالغلط والكذب،
وشحال من مواد تجي طولت لك صارت، لانه السنه اللي فاتت بقيتوا عليهم يا الكذابه في لي بلاطو، الماتش يتعاود قاسامه ايطو زميطه منا، في الاخير الناس الكاميرون لعبت كاس العالم وانتم بقيتوا حالين فمكم. اي كان بيجا خرخرنا ومشى. وعلاش ما قدرتوش تهضروا على التكتيك، ما قدرتوش تهضروا على 20 ثانيه اللي راطيناها حنا، ما قدرتوش. السنه هذه ديماريتو من شهر واحد قال القجاع كولاسات تجيو لي بلاطو تشيخوا لنا الشيخه ديالكم العوجه. الشيخ قبيله هذاك ديال الباع دار الضحكه في راسو، القجاع دفع 8 ملايين دولار باش جرى على روراوا، لا من الدوله ما بغاوش روراوا يقعد في بلاصته. يلا علاش ما قدرتش تهضر؟ خفت تخاف من الدوله، حبوش روراوا يقعد صافي، ما ساعد حتى واحد. سمحوا في روراوا وخلوه يطلقوا بوحدو في وسط العافيه، بس ما يكون في وسط العافيه غادي تنحرق. كيفاش غادي تخرج من العافيه؟ ما تخرجش. وتجيو تهضروا وانتم كاتلين الشعب بحال البارح ديمارا ويجريو. البارح النتيجه خرجت ديال زفيزف، خرجت هذيك المدام هذاك زين عامر غندير لكم تصاورهم، هذاك درت له كنت تصورته، خرج يجري للقناه هو ومؤمن وشياته، خرج يجري يبروا واش يبروا ديالو. وكاين واحد اليوتيوبر اخر بولحيه هذاك غادي نسيليما الكذاب هذاك اللي راه يبرر فيهم وطايح على روراوا وطايح، قال لك وطيح على قال لك لا الاتحاديه خاطئه. واليوم قال لك خرج قبيله يسب في المغرب، قال لك المغرب والمخزن راهم بغاو يجيبوا الفراقي ديال للمجموعه اللي عندهم هما، اللي عندنا حنا المجموعه اللي عندنا حنا، علاقاش حنا هما مفرقين، حنا كل حنا رانا مفرقين نص حق ونص حق. المجموعه اللي عندهم هما ماشي حنا، قال لك اللي عندهم هما غادي تلعب في المغرب، قال لك القجع غادي يجيبهم. القجع دهلا فيك، اش سوق لك انت؟ غينيا وحيده اللي تلعب في المغرب ولا ما بغاش تلعب لك في المغرب، غينيا اصلا غادي تديك الكاميرون ولا تديك جنوب افريقيا. القجع ما على بالوش كاع، استغفر الله ما نقولش كلمه، ما على بالوش كاع بك انت فين حاط، يجيبك انت عاد باش تلعب باش يشري هو الحكام باش يربحوك. نعط الله عليكم، ما كذبتوا تكذبوا. يا الخنز يا العفن اللي راكو فيه عايشين، يا صحافه الزيكو، يا واحد بعض اليوتيوبرات، يا هضروا الواقع. زفيزف البارح خسر 38 ل 14، تبهديله ماشي ليه البلاد. بس هضروا على العفن، شكون اللي خلاه يخسر؟ ساتشي خلاه يخسر هذوك المعفنين اللي راهم لداخل. ولكن نتوما لا، نتوما تبغوا تهربوها. مشيت القجع القجع اصلا يدافع على بلادو. الا دار شي كولات ولا دار شي مؤامره ولا حط الدراهم يحطهم على بلادو، نستعرف به. بلادو راه ما قنت انت محمد، بلادي كل واحد يدافع على بلادو. انت من ما تدافعش على بلادك وكره القدم اللي عندك في البلاد مهلوكه والتبزنيت والرشاوي والشفيره اللي عندك في البلاد ما تدافعش عليها، وباغي تخرج على برا وتدافع. باش تدافع عندك لاطاي باش تدافع على برا؟ من الكاروط يدقوك، عندك غير فما في الجزائر ما تخرجش. صحافه بحال هادو والله مليون القصف ونعطيكم حتى تسقدوا. صحافه بحال هادو ما يشرفوش بلاد بحال الجزائر، ما تشرفونا. يا نتوما خاصكم تعرفوا خاصكم يديوكم، تعرفوا واش يديوكم والله المطحنه. هي بنادم العام اللي فات قتلتونا بالمقروط، واحد يقول لك المقروط، يقول لك اودي حنا الماتش قلنا له ما يدعواش، سيف للحكم صافي روحوا تنعسوا شويه ركوان. هذا العام دخلتوا لنا القضيه القجاع، العام الجاي لا خسرنا لا كوب دافريك في كوتيفوار واش غادي تقولوا لنا؟ نخرجوا من الدور الاول في كوتيفوار واش غادي تقولوا لنا؟ لوطيل ولا جابوا لنا الفيل حطوا لنا الفيل ديال كوتيفوار في وسط الماتش وخوفنا، ولا داروا لنا ليبره في الماء وشربنا شي عصا. ما نعرف واش غادي. انا راني خايف لان وليت نتوقع منكم اي حاجه باش تبرروا الفشل ديالكم. نتوما كل مره من تفشلوا الا وتخرجوا لنا قصه بزاف. والله الا عرقنا اقسم لكم بالله كرهناكم ومنا الفوق. والله غادي نفرشكم بالادله ونحط كل واحد بوجهه، لانه الكذب بزاف. من 2021 ملي خسرنا لا كوب دافريك ديال الكاميرون وخرجنا بتبهديله بنقطه، ما طلعناش حتى مع الثالثه، وزدنا موراها جينا لكاس العالم وتبهدلنا، وزيدنا لي كاتيجوري جون كاملين طاحوا وتا واحد ما يتكلم، وزيدنا البطوله هذه المعفنه، بطوله واد كنيس اللي راها فيها الشفيره والفلوس طردق. غدوه نهايتها وغادي نشوفوك غتكمل، غدوه غادي تكمل يا يمكن ما نعرف. وتا واحد فيكم ما رفض قال اللهم هذا منكر ريضوان الشريف. انا دخلنا للقجع خدم بلاده يا ودي هضر لي هنا، تا واحد فيكم ما قالها. وتجيو من حنا نهضروا
ولا نهضروا نقول لكم اودي الجوارين ديالنا ما شاء الله عليهم تعلموا، تعلموا منهم، ماشي عيب تتعلم منها، ماشي عيب. العيب هو الا بقيت حال فمك وقاعد تفرج والناس مشات.